ابعد من كده. انا اديك حته انه مصر مذكوره في القران. مصر ما مذكوره في القران، مصر جندي. انا زي ما اثبت لك في بدايه كلامي انه المصر المذكوره في القران ما ياها. قبيل انا قلت لك محمد علي باشا هو كان حدوده وين. ومصر دي الاسي انت ساكن فيها واسمها دوله مصر دي سميت بمصر بعد ما دخل لها عمر بن العاص، افتتحها عمر بن العاص. ودي برضو معلومه مفترض تبحثوا عنها. عمر بن العاص من دخل بجيشه وافتتح او احتل مصر، المصطلح الناس تسميه زي ما تسميه. بالظبط. عمر بن العاص عندكم انتوا الان بيسموها بمصر القديمه، اللي هو المنطقه بتاع جامع عمر. هو اسس الجامع ده عمر بن العاص، واطلق على المنطقه اللي كان حاكمها سماها مصر. ما كانت المناطق دي كلها هو اسمها مصر، لا، كانت المنطقه اللي هو دخلها احتلها وافتتحها سماها مصر وبنى فوق جامع. وانتوا الان بناء على ذلك مسمينها مصر القديمه. ليه سميتها مصر القديمه؟ لانه دي كانت مصر حقت عمر بن العاص. وبعد ما بعد ما جاء المستعمر التركي فيما بعد، وانا زي ما قلت لك بعد ذاك توسعت ودخلوا الانجليز، وبعد ذاك زحوا الحدود لجاي شمالا جنوبا 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 لغايه ما وصلنا لاسوان. للاسف بقى كل ارض النوبه داخل الحدود، او عملوا حدود سموها مصر. انا اديك بس نقطه اخيره واخليك تكمل وبعد تخش وبعد ذاك انت تكمل. قام الرئيس عبود. الرئيس عبود ده رئيس سوداني، ما اعرفك تعرف ولا ما تعرف. الرئيس عبود ده عاصر جمال عبد الناصر. وبالمناسبه جمال عبد الناصر ما مصري، جمال عبد الناصر من يهود اليمن. حقيقة. جميل. وده بيقودني لحديث انه ما في مصري حكم مصر نفسها، ما عندكم مصري حكم مصر. الحكم مصر كلهم اجانب. جمال عبد الناصر من يهود اليمن. السيسي نفسه والله اعلم يقال انه من اصول مغربيه او من يهود المغرب. انور السادات ام سودانيه. مين ما اسمه منو الثاني ده برضه ام سودانيه. ما في حتى رئيس مصري حكم مصر هو مصري. طيب عشان اواصل لك في حته الطمس بتاع الهويه النوبيه او الهويه بتاعت الحضاره بتاعت كوش في المنطقه. قام عبود، للاسف جمال عبد الناصر ضحك على عبود وجو منطقه السد اللي هو منطقه حلفه، وادي حلفه. احنا الليله عندنا الذكرى التاريخيه، اليوم عندنا الذكرى التاريخيه ال67 لاغراق وادي حلفه. معروفه. وادي حلفه ده يا استاذ احمد تم اغراقه امتدادا للتمدد ولطمس الهويه ولانه عشان المسلسل الهسي ماشي بتاع حضاره فرعونيه وحضاره ومصريين قدماء، طمسوا الحضاره هنا كويس واغرقوها بالنيل تماما. جميل. وللاسف احنا ما حنلوم المصريين ولا حنلوم عبد الناصر، بل بنلوم السودانيين اللي هو بنلوم الرئيس السوداني اللي عمل الكلام ده. جميل. لكن كان ضحكوا عليه فتم اغراق الحضاره دي للاسف. ونحن بقينا ما عندنا يعني الجزء الاكبر من الحضاره غرقت في النيل. وكثير من الحاجات التماثيل، كثير من الحاجات تم سرقها، سواء كان عن طريق الاتراك، عن طريق الانجليز، عن طريق محمد علي باشا نفسه، او عن طريق المصريين انفسهم. الدوله المصريه الان كانت بتشيل من السودان وتم تعرض في المتاحف المصريه. لقينا نفس احنا ما عندنا حتى غير الاهرامات اللي واقفه. حتى الاهرامات اللي في السودان يا استاذ احمد تم تفجير الاهرامات بفوق كويس. فجرت الاهرامات وسرقت الحياه جوا الاهرامات وشوه الاهرامات، شوه كل شيء. بقى بعد ما تم السيطره على الحاجه دي بقت ما عندهم حلل انه الملامح بتاعت الكوشيين او الجزء النوبي من الكوشيين اصحاب الحضاره ما قادرين يطمسوا الملامح. عملوا شنو؟ كسروا النخره. اي تمثال تلقاه سليم لكن النخره مكسوره. الشفاه يا احمد زي شفايف فيدل كلهم بيسموهم عمل حوتب، تسميهم بعانخي، تهارغه. كل هؤلاء القوم عندهم نفس ملامح الافريقيه دي. النخره المطفجه، النخره المطفجه الكبيره اللي انا قاعد اسميها اقول لك نخره زي الفلفليه. نخرتي دي هي النخره الموجوده على كل الجداريات اللي للاسف الدوله المصريه بقت تكسر كل النخرات. والشفاه حقتنا دي برضه في بعض الشفاه تم بترها تشويها. جميل. للاسف زول زي حواس انا بسميه يعني ده اكبر لص لحضاره في التاريخ. الزول ده شغال
عندهم ورش، الورش دي بيعملوا فوق الحاجات دي، بيعملوا تبييض، بيبيضوا التماثيل وبيصنعوها هم بيدهم وبيدفنوها. بيجي يقول لك لقينا قبر عمره 2500 سنه. الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح يا استاذ احمد، والكلام ده بالادله. طيب لقينا نفسنا ان احنا اهراماتنا خلاص، عشان كده وقت كان جاتنا السيده موزه وزاره الاهرامات، في مصريين كثار يتفاجئوا، معقوله السودان فيه اهرامات؟ دي انتم اهراماتكم زي تحت الجبنه المثلثات. لا، انا حابب اقول للمصريين ده انه كلام ده البنى، كلام ايوه البنى الاهرامات اللي موجوده في السودان هو نفس الاستشخاص، نفس البنو الثلاث اهرامات اللي موجوده في مصر. انا بس عاوز المصريين يفهموا حاجه، انه الاهرامات ما بالحجم، ما بالحجم، ما بالكبره. الكبره لا تعني شيء كويس بقدر ما انه بالكميه. يعني انا في السودان انا عندي اكثر من 220 هرم. جميل. حقيقه. انت في مصر عندك ثلاثه اهرامات، او في مصر اليوم. المهم اتفضل. جميل. فلا لا هم مش يعقل ثلاثه انه بس، انا، هم المهم اتفضل. نعم انا ما معقول انه انا عندي 200 اكثر من 200 هرم حتى لو مم. كانوا صغار حجما. وسبحان الله الاعلام المصري او بعض المصريين يؤمنوا بالعلم وبالاكتشافات العلميه وبالحاجات، في الحاجات اللي بتمشي مع بعض هواهم، وما يكفروا ببعض الحاجات. مثلا لا، من طول الفترة اللي فاتت دي الإعلام وكل العلماء شغالين في مصر، اكتشفنا الخواجات يجوا، اكتشفنا قبر، اكتشفنا مش عارف، اكتشفنا إنه هم دول العلماء. العالم الفرنسي شارل بونيه، شارل بونيه عارف شغال عندكم في 25 السودان هو. 25 سنة كان بيبحث في مصر. قال أنا بعد 25 سنة الحضارة دي ناقصة. لا من جه جنوبا، وتصريحاته موجودة، لا من جه جنوبا وصل للسودان، عمل اكتشافاته، قال الآن أنا عرفت من أين بدأت الحضارة. الجزء اللي كان موجود في 25 سنة أنا كنت ببحث عنه لقيت الآن داخل الأراضي السودانية، ومن هنا بدأت الحضارة. المصريين قالوا لا، طلعوه زول أي كلام، طلعوه ما عالم. ده الزول ال 25 سنة كان هو عالم، لأنه اكتشف إنه أصل الحضارة هنا، طلعوه ما عالم. جامعة زي جامعة إكسفورد، زي جامعة إكسفورد طلعت آخر دراسات قالت أصل الحضارة في الكون أو أصل البشرية هي السودان. البقعة الجغرافية تسمى السودان اليوم. بعض اخواننا المصريين قالوا لا انتوا شغل يا جماعه، ما معقول. يعني اكسفورد وكنت تطلع حاجات تقول مصري كده معناته هي صادقه، هم كويسين. لكن اكسفورد وكنت تقول السودان اصل البشريه، معناته الخواجات ديل زي ما بيقولوا ضاربين سيجاره يعني. عموما انا حخليك